اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل شويه كرنبيت كده، طاجن حلو في الفرن بطريقه سهله جدا وبسيطه. يعني مش عايزه اقول لكم يعني طعم الطاجن والطريقه بتاعه الكرنبيت بالشكل ده، اللي ما بيحبش الكرنبيت هيحبه ومش هيبطل يعمله بالطريقه دي. هنعمل كمان جنبها شويه رز بسمتي بطريقه سهله جدا، مش هتاخد منا وقت برضو، وهنكون مخلصين الوصفتين بتاعتنا بطريقه سهله. اتمنى تكملي معايا الفيديو عشان تعرفي وصلنا للنتيجة الحلوة دي ازاي، وعملنا ازاي طاجن الكرنبيت والرز البسمتي. يلا بينا على طول على الطريقة. حاجة انا جبت الكرنبيت. طبعا الكرنبيت ده احنا كنا مخزنينه مع بعض، كنا خزناه وفرزناه في الفريزر وطلعته، بس مجرد ان هو يفك التجميد بتاعه قبلها كده ب10 دقايق. دلوقتي هنعمل الكفر اللي هنعمله للكرنبيت. عندي هنا جبت دقيق، حطيت على الدقيق شوية من الكركم، كمان هحط عندي شوية من الكمون، هحط كمان شوية عندي من البابريكا، او تقدري تستخدمي شطة حسب انتي ما تحبي. كمان هحط عندي شوية من الفلفل الاسود، يعني كل حاجة رشة بسيطة كده. هحط كمان عندي شوية من الملح. ده الكفر الخارجي اللي هنعمله للكرنبيت. انا ما بحبش ان انا احط الكرنبيت كده مسلوق او يعني على طول كده، من غير ما اعمل له الكفر ده الاول ونعمله خلطة حلوة كده. بعد كده حطيت عندي شوية لبن. اللبن ده لبن صيامي، تقدري تستخدمي مية لو مش متوفر عندك اللبن الصيامي. وهبدأ انزل بالمية تدريجي شوية بشوية على الدقيق لحد ما يعمل لي عجينة. العجينة ديت لا هي سايلة قوي ولا هي عجينة متماسكة. هنزل بيها شويه بشويه، هوريكي حالا القوام اللي احنا هنوصل له. تبقى عجينه سايله ولكنها عجينه تقيله اهو بالشكل. بصوا، هحط شويه من الكزبره الخضراء او البقدونس، اي خضره متوفره عندك، وارجعي بقى قلبي تاني اهو. ده القوام اللي انا عايزاه. ليه القوام دوت؟ علشان لما احطه على الكرنبيت يمسك فيه. لو القوام سايل هتيجي تحطي الكرنبيته في العجينه دي، هتنزل منها، مش هتنفع انها تمسك عليها. وبالتالي هتلاقي الكفر اللي انت عاملاه بمجرد انه ينزل في الزيت خلاص فك منه، وما عملش خالص اللي هي الطبقه الخارجيه بقى الحلوه المقرمشه دي. هبدا احط واحده واحده كده، اغلفها بالخليط دوت، اتاكد انها اتغلفت تماما بالقوام بتاع الخليط بتاع الدقيق. وعندي هنا الزيت سايباه يسخن كويس، واول ما سخن بنزل عندي بيه وردات الكرنبيت بتاعتي. الزيت برضو يكون سخن، علشان خاطر برضو ده بيساعد على ان الكرنبيت الطبقة بتاعته تفضل متماسكة. تعالوا بقى نعمل الصلصة بتاعتنا. حطيت عندي شوية زيت، هنزل عندي ببصلاية كبيرة مفرومة ناعم. نشوح البصلة بس تاخد معايا بس اللون الذهبي، وهي بتتشوح كده هنحط البهارات عبارة عن ملح، فلفل اسود، وعندي 7 بهارات، وعندي كمون، وعندي بابريكا، وعندي كمان شوية من الكزبرة الناشفة. نقلب كده لحد ما يبدأ البصلة تشرب من البهارات بتاعتي. فصين بس 2 من التوم، ما تكتريش في التوم، مش هنحمره ومش هنكتره، احنا بس بندي بس حاجة بسيطة. عندي هنا يعني حتة كده من قرن شطة حامي اخضر واحمر، وده اختياري، لو مش حابة تحطيه براحتك، ولكن هو بيدي طعم حلو قوي للكرنبيت. يعني الإضافة دي برضو بتأثر عليها. حطيت عندي معلقتين من الصلصة، شوحت الصلصة كويس، وطالما حطينا صلصة بنحط حب السكر عشان بس نعادل حموضة الصلصة. جبت عندي بعد كده الطماطم، حوالي نص كيلو من الطماطم معصورة من غير مية. يعني أنا عايزة الطماطم بتاعتي تكون قوامها تقيل بالشكل ده، مش عايزاه خفيف. بعد كده هحط عندي شوية من البقدونس او الكزبرة الخضراء برضو، وهدي تقليبة وهسيبها تبدأ بس انها تتسبك مع بعضها شوية.
هنا الكرنبيط بصوا خد لون اهو، هقلبه على الناحية التانية. هو كان طبعا كله مسك في بعضه بسبب الدقيق اللي احنا كنا حاطينه، ولكن طبعا هو شوية وهيتفك كله من بعضه وهيوصل للون اللي انا عايزاه. خلاص هو كده الكرنبيط يعتبر خلاص استوى وخلاص خد اللون اللي انا محتاجاه. مش هغمقه عن كده، احنا لسه، وكمان هو كمان يعتبر كده مستوي، احنا سالقينه قبل كده وكمان حمرناه وكمان هندخله الفرن، فمش عايزينه يبقى يعني اتهرى قوي، عايزينه برضو نطلعه قوامه كده كويس. هنا خلاص الصلصة خلاص جاهزة، وعندي الكرنبيط خلاص كده بصوا متماسك وحلو ازاي. ده وجبة لوحده يا جماعة، يعني الكرنبيط ده بس كده رغيف عيش، ويعني ده لوحده كده غدواية. طيب هنجيب الطاجن اللي هندخله الفرن، وهحط عندي زهرات الكرنبيط اللي موجودة عندي اللي انا حمرتها اهو، وبعدين هنزل عندي بالصلصة، ووزعي كده الصلصة على الكرنبيط كله. يعني انا ما احتجتش بقى ان انا احط الكرنبيط في الفرن يستوي ولا على البوتاجاز يستوي، خلاص هو كل حاجة الصلصة مستوية الكرنبيط مستوي. مجرد ان انا بس احط كمان عليه كده، انا عايزة بس ادي للطاجن طعم ادي كرنبيط بس طعم فرن كده والطاجن، وخلاص حطيت بقى شرايح من الفلفل وشرايح من الطماطم، وكنت بس حطيت يعني ممكن تحتاجي بس بق ميه بس مش اكتر من كده. هحط شويه زيت على الوش وهندخله الفرن، هنقعده بس مجرد ربع ساعه، يعني مش اكتر من الربع ساعه دي هيكون مستوي معايا. على بال ما الكرنبيط يطلع تعالوا نعمل الرز معايا. جبت عندي حله على النار، حطيت فيها شويه زيت، ونزلت عندي بيه بصلايه صغيره مفرومه ناعم. هحط شويه ملح، وهحط كمان عندي شويه من الفلفل الاسود. هبدأ كده اقلب الفلفل، هحط كمان شوية من السبع بهارات، ونقلب كده الفلفل والملح مع البصلة، وبعدين هنزل عندي بكوبايتين من الرز البسمتي، ولو مش متوفر الرز البسمتي ممكن الرز المصري عادي جدا شغال ومش هيقول حاجة. هنقلب بقى كله مع بعضه كده، وبعدين هنزل عندي ب4 كوبايات من المية، طالما ان انا حاطه كوبايتين من الرز البسمتي. الرز البسمتي بيحتاج مية اكتر من الرز المصري، ولكن لو رز مصري بتحطي الكوبايتين من الرز المصري قدامهم كوبايتين من المية السخنة. بعد ما بيتشرب المية ببدأ ان انا اوطي عليه النار وبديله تقليبة، وما بجيش ناحيته خالص يا جماعة، مش كل شوية هنفتح ونقلب. هنا الكرنبيط خلاص كده يعتبر خلاص استوى يعني، او خلاص خد ريحة الفرن والطاجن. هدخله تحت الشواية بس دقيقتين 2 او 5 دقايق ياخد معايا اللون، وهنطلع الطاجن بتاعنا يكون جاهز. هنا الرز خلاص استوى، في الاخر خالص بديله التقليبة النهائية قبل التقديم على طول. هحط شوية من الخضرة برضو مع الرز، بتنقل بقى طعم الرز لحتة تانية. بصوا الخضرة ديت الحاجة الأخيرة اللي حطيتيها دي، اللمسة الأخيرة دي خلته يبقى في حتة تانية خالص. وطلعت طاجن الكرنبيط بالشكل دوت، وعندي كمان ادي الرز البسمتي اللي عملناه مع بعض. وصفتين سهلين جدا جدا، ما خدوش مننا وقت وكانوا جاهزين بالشكل ده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، اتمنى انك تكوني استفدتي وتجربي وتقولي رأيك ايه، ولو ليكي ايه اسئلة او تعليق اكتبيها لي على قناة نانا تشانل. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير.